اللي سايب نفسه للظروف عمره ما هيعرف يعيش، واللي سايب الدنيا كلها تتحكم فيه عمره ما هيعرف يسيطر على نفسه، واللي سايب الهوى والمشاكل والحاجات تحرك مساره عمره ما هيعرف يختار طريق هو عايزه يمشي فيه. واحد طول النهار الظروف هي اللي بتتحكم فيه، مشاكله موجودة على كتافه، هي اللي بتغير مساره، هي اللي بتتحكم في قراراته. هل ده هيتغير؟ استحالة هيتغير، هيفضل كده، العالم كله هيتغير حواليه وهو زي ما هو. فما تسيبش يا ابني نفسك للظروف. الظروف بتوجع، الظروف بتضغط على البني ادم، المشاكل ساعات بتشل عقلك، مش مخليك عارف تفكر ولا تعمل ايه، بس صدقني انت تقدر تتغير في الظروف لو بصيت ان الظروف دي هي اللي هتخليك تتغير، تواجهها وانت اقوى، تواجهها وانت ما انتش ضعيف، تواجهها وانت قادر. فالمشاكل اللي في حياتك هي بدايه انك تتغير، والضغوط اللي موجوده في حياتك هي اللي هتخليك تتغير، وايمانك انك لازم تخرج منها هو اللي هيخليك تصر ان انت لازم تتغير. فيا ابني من النهارده شوف انت محتاج ايه في شخصيتك، غير طريقتك، غير اسلوبك، غير تفكيرك، غير كل الحاجات اللي انت بتعملها. اللي انت بتعمله غلط، والطريق اللي انت ماشي فيه غلط، والولوله اللي انت بتعملها غلط. الصح انك تبقى نسخة تانية اقوى، نسخة تانية تقدر، نسخة تانية داخلة في عز الظروف اللي فيها وعارفة انها تقدر تتغلب عليها. فانت يا ابني لازم تتغير. حلك مش الفلوس بس، ولا حلك ناس حواليك، ولا حلك ان الناس تسقف لك وتقول لك جود جوب انت عملت حاجة كويسة. حلك بجد انك تزق نفسك في الطريق اللي انت لازم تمشي فيه، طريق انك تتغير، تشيل عن نفسك الغم والهم والوجع والألم وكل حاجة، وتختار لنفسك طريق مهم انت بيها تبقى اقوى واجمد. يا ابني انت محتاج تتغير، فتغير الظروف وتغير العالم كله من حواليك.